نأخذ اتصال آخر من سويسرا. كروان خانقيني. السلام عليكم. وعليكم السلام. تحية طيبة إليك ولقناة الجزيرة، وأحيي كذلك فضيلة الشيخ فاتح كريكال حفظه الله. عندي سؤالين لفضيلة الشيخ إذا ممكن. تفضل. شيخ العزيز، بما أنك معروف ومحبوب بين أوساط الجهادية وأحد منظر التيار السلفي الجهادي وأحد أهم مراجع السلفيين الجهاديين في كردستان وقيادة كردية بارزة، هناك محاولات من قبل إيران وبعض الأطراف الأخرى بضرب كتائب كردستان بالحزب العمالي الكردستاني وخلق فتنة قتالية بينهما، فما هو نصيحتكم لطرفين؟ أما بالنسبة للأخ كاروان، محاولات إيرانية، نعم هذه من أخطر المحاولات، ليست فقط هي إيرانية، كذلك محاولات في الخفاء تعمل عليها شركات الأمنية الأمريكية لكي يضربوا حزب العمال الكردستاني في عمق مناطقها بالإسلاميين الأكراد، وهذا سيكون خطيرا جدا. يجب على الإسلاميين والجماعة حزب العمال أن يتحاشى، كل واحد يتحاشى الأمر بجدية حتى لا توظف طاقاتهم ضد بعضهم البعض تكون النتيجة لصالح إيران أو لصالح الاحتلال. وهنا من الضروري أن نحذر كل إسلامي يشترك في مثل هذا الاقتتال الجانبي، وهو أمر طبعا خطط له، وهم يحاولون الآن أن يسلحوا بعض الجماعات الإسلامية وكذلك يحرضوا الأكراد من تركيا أو حزب العمال الكردستاني وأنصارهم لكي يتقاتلوا في هذه المناطق.